شنو غنقول لك، انا حزينه بزاف في الحقيقه. الله يعظم الاجر، وزعما تعازيه الحاره للعائله ديالهم الصغيره والكبيره، الكبيره جدا. الله يرحم سي نبيل الحلو، والله يرحم الكبير عبد الوهاب الدكالي. الساحه الفنيه في الحقيقه فقدتهم جسدا، ولكن ما فقدتش الابداعات ديالهم، ما فقدتش الاثر ديالهم. دونك الاثر ديالهم شكرا انهم خلدوه بوثيقه فنيه، لان احنا كنهضروا على الوثيقه الفنيه اللي خلات الاثر. والانسان ملي كيخلي اثر ما كيموتش. الحقيقه الساحه الفنيه هي عائله كبيره، والاحساس كيجي واحد الاحساس باليتم ملي كيمشيو هاد الاعمده بحال هكا، كتحس باليتم في الساحه الفنيه. اللي كنتمناوه وكنترجاوه انه تكون واحد لا غوليف في الجيل اللي طالع، ويكون بنفس المستوى، حيت هادوم اعمده اللي صعيب تتعوض. ولكن دائما كيبقى الامل في الجيل الصاعد انه ممكن يكونوا فلتات ثانيه في هذا الجيل هذا، اللي هي كتلتزم بالفن الاصيل وكتاكد على الهوس ديالها بالفن كفن، ماشي كوسيله بالوصول للاشياء يا اما الماديه يا اما النوتوريتي في الساحه. ولكن اللي اكدوا عليه وكانوا كيأكدوا عليه دائما هو الرقي في التعامل مع الفن. كل من سي عبد الوهاب الدكالي ولا سي نبيل الحلو، اللي كان دائما مآمن بالفكره ديالو، بالهوس ديالو، لا بالسينما لا بالمسرح، وكيعملوا بالطريقه اللي بغا هو، ماشي الطريقه اللي ممكن تفرض عليه ولا اللي ممكن تعجب. ما اختار واحد الاختيار صعب، هو انه يبين داكشي اللي مآمن به هو، ماشي بحثا عن المال ولا بحثا عن البوز ولا بحثا عن الشهرة، ولكن بقى هو فيدال للقناعات ديالو الاخر يوم اللي مشى فيه. والسي عبد الوهاب الدكالي سي عبد الوهاب الدكالي طبعا حتى هو كان من الفنانين الراقيين، يعني حتى الاعمال ديالو ولا الاغاني ديالو ديما كانت فيها واحد اللمسه اللي هي شخصيه، اللي ما تاثراتش بالدواخل اللي دخلات هاد مؤخرا، انه يتبع واحد الموجه ولا اخرى باش انه يحافظ على الاستمراريه، ولكن انه استطاع يحافظ على الاستمراريه بلوطونتيتي ديالو، وب انه كان كيعمل بصح الفن وبصح الاغنيه. وانا حصل لي الشرف انني تعاملت معه في ككورال في واحد المؤتمر في مراكش، وكان التعرف ديالي عليه اكثر كانسان. واللي كنلمسو حيت بزاف الناس كتشوف فيه الفنان، ولكن ملي كتقرب كانسان كتلقى واحد ديكالاج كبير. ولكن اللي اكتشفت ان في سي عبد الوهاب الدكالي هو انه مهووس بالفن ومآمن بداكشي اللي كيعمل، على داكشي كيوصل ديما. ملي كيكون الصدق كيوصل لواحد الجمهور واسع. وكما قلنا راه خساره كبيره بالنسبه للساحه الفنيه اللي ما عرفتش شحال من سنه ممكن نعوضوها والسلام.